ايه مثلنا النهارده؟ مثلنا بيقول عادت ريمة لعادتها القديمة، عادت ريمة لعادتها القديمة. وايه ريمة وايه عادتها القديمة؟ كان في واحدة اسمها ريمة، كانت بخيلة قوي، وكان جوزها كريم جدا جدا جدا. كان يجيب لها السمن، وهي لما تيجي تعمل الطبيخ تشمم ايه؟ تشمم طبيخ السمنه، ما تحطوش كله. جوزها ياكل الاكل، الاكل مش لذيذ، مش حلو. بعدين هي قالت ايه؟ قالت انا كده طبعي كده مش عاوز اضيع الحاجه. الراجل قال لها لا بس الاكل بيبقى ماصف، واحنا عندنا ضيوف وهيجي لنا ضيوف. قالت لا ما تعزمش حد. في يوم من الايام راح لصاحبه وقال له يا صاحبي، مراتي بخيله خالص، كل حاجه اجيبها لها تقضف من الخدمه، الهدوم تطلع مش كويسه، الاكل يطلع مش كويس، كل حاجه تطلع مش كويسه. قال له انا عندي فكره. قال له قول يا صاحبي بسرعه. قال له قول لها لو حطيت سمن حلو وسمن كتير والاكل بتاعك بيجي كتير ان شاء الله عمرك يطول. قال تمام. قال لها بصي، راح لمراته قال لها بصي انا عازم ناس. قالت له انا ما قلت لك ما تعزمش ناس؟ قال لها لا انا عازم ناس وانا عندي خبر ليكي حلو. قالت له ايه هو؟ لو زودت الاكل سمن وخليتيه حلو عمرك يطول. قالت له بجد وهبه كبيره؟ قالت له لا ده انت هتبقى صغيره وشكلك حلو وجسمك حلو وكل حاجه. المهم هي مشت بالنصيحه دي، وكل ما تعمل الاكل جميل جوزها يفرح وهي تفرح وشابه جميل، لغايه ما حصل لها حاجه وحشه. الحاجه دي ربنا يا رب يحفظكم ويحفظ اولادكم. كان عندها ولد، الولد دي توفى، الولد دي اتوفى. بعدين هي ما حبتش الحياه بعده، ما حبتش الحياه بعده، وقررت ان هي تموت. بس هتموت ازاي وهي بتعمل الاكل لذيذ وعمرها هيطول؟ رجعت تاني تعمل الاكل بطريقه وحشه. سالها جوزها قال لها ليه رجعت تاني؟ قالت له عشان الحق بابني. بعدين اهل من القريه قالوا وعادت ريمه لعادتها القديمه. امثالنا كتير بنستخدمها لمعنى، بس حكايتها غير المعنى خالص. ساعات حكايتها بتبقى سعيده، وساعات حكايتها بتبقى مؤلمه، بس احنا بنستخدمها في مواقف على حسب معناها. استنوني في مثل جديد ليه قصة أكيد. وما تنسوش دعم للقناة ولايكات وشير. استنوني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.